مساء الخير، كنكون دائما سعيدة أنني نحضر مهرجاناتنا، لأن احنا كفنانين مغاربة خصنا دائما ندعموا المهرجانات ديالنا، ودائما نكونوا حاضرين لهذه اللقاءات، لأن اللقاءات كتهمنا أصلا، لأن كل ما يهم الفن والثقافة ويعني كيهم الفنان بشكل خاص. كتجي كتفرج، كتشوف نوعية الأفلام، كتشوف التيمات اللي كتعالج، كتشوف تطور السينما. وهذا المهرجان عنده خصوصية، مهرجان البحر الأبيض المتوسط، يعني هذه القيمة اللي عطاها وهذه الخصوصية كتخليك تبغي تكتشف دائما السينما البحر الأبيض المتوسط فين وصلت، فين التطور الإنساني للتيمات، تطور الأداء، تطور الإنتاج والتقنيات. وحنا في حاجة لأننا نشوفوا، في حاجة أننا نتفرجوا. حضوري في مهرجان تطوان، اولا هذا مهرجان احبه كثيرا، وهذا تقريبا يمكن رابع حضور ولا خامس حضور معهم. انا صديقه المهرجان، اصبحت صديقه المهرجان، وتبارك الله عليهم ناس شغوفين بالسينما وجادين في العمل ديالهم. والدليل على ذلك انهم وصلوا للدوره 29 من غير دوره كما تحسبوش. يعني مهرجان عتيق وعريق ويحب السينما ويحترم السينما ويحترم الجمهور في مجال السينما. هذا المهرجان سي ان فيستيفال امي كنجي ليه تقريبا با تو لي زون، مي ديك جو بو. كنت قدمت فيه او نوبيو بارا ياسمينه، واحد الفيلم اسباني، ومن بعد جيت اون طونك مون دي جوري، عضو من اللجنه ديال التحكيم. و سي دوفنو ان فيستيفال امي، يعني كنجي ليه حيت الجوده ديال لي زانفيتي كتكون عاليه والجوده الافلام كتكون زوينه، وكنحس براسي بحال مع العائله ديالي. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.